السودان بلد مليان لغات ولهجات محلية متنوعة، أكثر من 70 لغة منتشرة في كل أنحاء البلد، من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. العربية السودانية هي أكثر شيوعا، لكن اللغات المحلية لسه حاضرة في الحياة اليومية، في الأغاني والحكايات والأسواق والمناسبات. وده مش بس وسيلة بتاع التواصل، لكن مرآة لتاريخ طويل من التعدد والتعايش وتراث الشعوب اللي سكنت السودان آلاف السنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم حسن أسامة حسن، ده برنامج النفاج، نافذة للتراث والثقافة والتاريخ السوداني. الرطانة، كلمة الرطانة هي كلمة تطلق على اللغات المحلية الغير عربية. زي شنو؟ عندنا في الشمال عندنا اللغة النوبية بيتكلمها القبائل زي الحلفاويين والمحس والضناقلة، وفي الشرق عندنا البياوية، في الغرب عندنا الفور والمساليت والزغاوة، في مناطق النيل الأزرق عندنا الهوسة والفولانية والبرنو، كمان عندنا لغات زي التامة وتيمة وتقوي في جبال النوبة وجنوب كردفان. بعض القبائل الوسطى والشمالية ما عندها لهجات خاصة، فبتتكلم العامية المنحدرة من العربية وفيها كلمات فصيحة. لكن مناطق زي وسط السودان توصفوا بأنه المقبرة الحقيقية للغات المحلية، لأنه الناس اللي بيجوا من أطراف السودان غالبا بيتركوا لغاتهم الأم وبيعتمدوا على اللغة العربية والعامية، عدا في نطاق قبلي ضيق. الرطانة واللغات المحلية دي في خطر حقيقي بسبب الحروب والنزوح، وكثير من الأجيال الجديدة فقدت ارتباطها باللغات الأصلية. بعض اللغات زي البرتي والميم اندثرت، لكن في لغات تانية زي البجاوية والفوراوية والنوبية لسه موجودة وقايمة. ولحماية اللغات دي كانت في ورش ومبادرات زي المجلس الأعلى لتطوير وتغذية اللغات القومية، اللي بدأ كان نشاطه بعد عام 2007 لتوثيق اللغات وحفظ التراث. كمان كان في مشاريع زي تطبيق سودا لينجا اللي بدأ بدعم لغة الفور في دارفور، ونوى إنه يعتمد على التوسع لتغطية لغات تانية. في الجاليات السودانية في الخارج زي ألمانيا تم تدريس لغات زي الفور واحتفلوا بها في المهرجانات، وده ساعد الأجيال الجديدة تعرف لغة الأم رغم البعد عن السودان. المبادرات دي كلها بتهدف للحفاظ على الهوية الثقافية السودانية ونقل التراث للأجيال الجاية، وتوضح إنه اللغات المحلية ما مجرد كلام، لكن عبارة عن كنز ثقافي بيحتاج حماية ودعم مستمر. واحدة من المشاكل الأساسية في اللغات المحلية إن أغلب اللغات دي هي لغات غير مكتوبة، يعني لغات شفوية منطوقة ما عندها حروف تكتب بها. فالناس هسه حاليا قاعد تحاول تكتبها باللغة العربية أو بلغات تانية عشان تحاول تنقل الأجيال الجديدة. في كثير من لغات السودان القديمة اندثرت واختفت للأسف، وبقى ما منها غير ذكريات عند كبار السن أو شوية مفردات متفرقة. النزوح الطويل والحروب وضغط المدن الكبيرة خلى أجيال كاملة تترك لغات وتمشي للعربية عشان تندمج أو عشان ظروف المعيشة. ومع اختفاء اللغات دي اختفى جزء كبير جدا من تراثنا من القصص والحكايات والأمثال والمعارف القديمة المرتبطة بها. كانوا في صفحة كاملة من تاريخ النازي اتشطبت من دون ما ننتبه. الوضع ده بيخلي ناس كتار ينادوا بسرعة التوثيق والحفاظ على ما تبقى من لغات محلية في السودان قبل ما باقي اللغات دي تلحق بأخواتها تضيع في صمت. وعشان ما يكرر نفس المصير لازم ضروري جديد إنه نهتم باللغات المحلية دي ونوثقها قبل ما الزمن يبلعها. لازم تتكتب تدرس ويلعب لها معاجم ومواقع صوتية ومناهج صغيرة تحفظها حاجة عشان تكون مادة متاحة للباحثين والدارسين ولأولادنا وأحفادنا اللي بيعرفوا قيمة الجذور. اللغة هي بس ما وسيلة كلام، هي ذاكرة جماعية وهوية كاملة، وضاعت بيضيع معاها جزء كبير جدا من روح السودان الحقيقي. ودمتم في أمان الله.